على مدى أجيال كانت هذه الأرض الخصبة في شرق إثيوبيا موطنا للبن بجميع أنواعه، لكنها اليوم لم تعد كذلك. جمال موسى واحد من بين مئات المزارعين الإثيوبيين الذين تحولوا من زراعة البن إلى زراعة نبتة القات المخدرة. فمحصول القات يحصد مرتين في السنة، أما البن فلا تتجاوز غلته الفصل الواحد كل عام. كما تعلم نحصد القات مرتين في العام عكس البن، لا نراه إلا مرة واحدة في السنة. القات أكثر نجاعة. في بلدة أويدايا الصغيرة غير بعيد من مدينة هرارة التاريخية أصبح القات يحظى بشعبية كبيرة، فهو المنتج الأكثر تسويقا واستهلاكا، بل صار على رأس المنتجات المصدرة خارج البلاد رغم عدم قانونية هذه النبتة في العديد من بلدان العالم. أستفيد من القات كثيرا، أحمله للسوق ويباع بسرعة وأحصل على المال. شخصيا القات مربح جدا نظرا لوفرة إنتاجه، وبهذا أحصل على قوت أبناء اليومي. أمام غزو حقول القات للبن في إثيوبيا يتخوف بعض المزارعين من صيادة القات ويتحسرون على تقلص مساحة زراعة البن في ظل تنامي تهديد الاحتباس الحراري وقلة الأمطار. لقد تأخر موسم حصاد البن بالفعل لمدة 3 أسابيع ونصف. في مثل هذا الوقت من العام نكون قد حصدنا ما نسبته 85% من المحصول، والآن لم نتمكن من بلوغ هذا الهدف إلى الآن كما ترون. إلى وقت قريب كانت إثيوبيا تنافس البلدان المنتجة للبن كالبرازيل أمام تزايد الطلب العالمي على القهوة الإثيوبية ذات الجودة العالية، لكن واقع البن الإثيوبي تغير ولم يعد يلبي حتى حاجة المواطن الإثيوبي أمام انتشار زراعة القات وتأثير التغيرات المناخية.